في كلمتين يعني بيساء فهمهم شوية في ديننا الإسلامي، اللي هما كلمة النكاح والاجتناب. النكاح يعني الزواج. النكاح مش العلاقة الحميمة اللي بين الراجل والست. النكاح بتساوي الزواج، حتى لو الزواج ده بدون دخول، يعني حتى لو مفيش ليلة دخلة حصلت برضو ده بيسمى نكاح. الاجتناب أعلى درجات التحريم، يعني لو أنا قلت لك عن حاجة اجتنبها دي أعلى من لو أنا قلت لك إن الحاجة دي حرام. إزاي؟ يعني مثلا الخمرة ربنا قال لنا اجتنبوها. اجتنبوها دي مفهومها أوسع وأشمل من إنها محرمة عليك. ليه؟ لأن لو هي محرمة بس فهي أنت محرمة تشربها، إنما مش معناها مثلا إنها محرمة إنك تنقلها، محرمة إنك تبيعها، محرمة إنك تجالس اللي بيشربها. تمام؟ إنما اجتنبوها يعني ما تجيش على سكتها خالص، تبعد عنها تماما، ولا تقعد حتى مع حد بيشربها، ولا تبيعها، ولا تشتريها، ولا تشيلها، ولا تمسكها في إيدك حتى. ده الاجتناب، ده أعلى درجات التحريم. يعني لو كان ربنا قال لنا ان الخمر حرمت عليكم، دي ما كانتش هتبقى زي اجتنبوها. اجتنبوها يعني ما تلمسهاش خالص، ما تجيش جنبها ولا حتى جنب حد له فيها. فانت ينفع تقعد مع واحد بياكل لحم خنزير لان لحم الخنزير حرام، انما ما ينفعش تقعد مع واحد بيشرب خمرة لان الخمرة اجتناب. لذلك لو تسمع عن حاجة اسمها الورع، ما هو الورع؟ الورع هو اجتناب الشبهات. يعني انت لو جيت على واحد مثلا زي الشيخ عمر عبد الكافي، ده راجل ورع، تمام؟ لو سألته عن رأيه في حاجة بسيطة، يعني مثلا في انك تعلق صور مثلا في البيت، مش قضية كبيرة يعني، تمام؟ اقول لك لا والله بلاش، انا ورع، انا حاجة كده لو حتى بس فيها لا اجتنبها، ملوش فيها. فاجتناب الشبهات هو الورع. بكده ابقى انا رديت على كل الشبهات اللي بيقولها الغير مسلمين، سواء بقى كانوا ملاحدة مسيحيين ايا كان. يعني رديت على بول البعير، على ارضاع الكبير، على الزواج في سن صغير، شرحت الغزوات، يعني وضحت كل الحاجات الاسئلة اللي انتوا بتسألوها، تمام؟ انما عمري انا ما سألت. نفسي اسأل انا بره بقى. انا حضرتك عمري ما هتلاقي لي فيديو جايب لكم حاجة انتوا بتعملوها عمال اقول لكم ايه اللي انتوا بتعملوه ده. انا عمري ما جبت مثلا القربان، فاهم؟ ولا جبت الفيديو للقسيس وهو ماسك رغيف العيش وبيقول لك خلي بالك عليه الا ده وحيد امه. انا ما بعملش الحاجات دي. ولا بروح اجيب لكم نشيد الانشاد. انا لما بستشهد بالكتاب المقدس، لما حد فيكم بيقول لي انت عندكم كذا، بروح مطلعه لكم من كتابكم، انتوا عندكم نفس الحاجة. لان ما اتى به محمد بن عبد الله وما اتى به المسيح عيسى بن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. انا بقالي سنة هدفي كله عمال اقول لك يا ابني مش انا عدوك. قلتها في 6 فيديوهات. انا عندي 6 فيديوهات بقول فيهم جملة يا ابني مش انا عدوك، عدوك اللي هناك ده مش انت عقيدتك. بص انا حفظت الجملة، مش انت عقيدتك في الصلب. اللي حاطط صليبك ده معكوس بقى، قلبه كده زرع بصل مسميه انفيرتد كروس، اللي هو الصليب المعكوف، هو ده عدوك مش انا. اسمح لي اسألك انا بقى، ويعني مش عايزك تاخد الموضوع ان هو تحدي، لا انا عايزك تعتبرني طويل بعلم بستفهم، يعني عايز حد يشرح لي. مش يمكن لعل وعسى اتنصر؟ تخيل لو اسلام عادل اتنصر بعد كل اللي عمله دي، هتبقى نصرة ليكم. حاول تقنعني، تمام؟ انا مش ضدك، انا يعني، والدليل على كلامي ده ان انا بقف لاي حد، سواء كان يعني مسيحي، ملحد، يهودي، مسلم اللي هو عامل لي قرآني ده، شيعي، تمام؟ مش يعني مش بصدد المسيحيين تحديدا. انا بقف لاي حد هيجي على كتاب الله او رسول الله. والله لو مجلس الامم المتحدة جه على كتاب الله او رسول الله هقف له. والعمر واحد والرب واحد، ما انا كده كده هموت، بس اطلع للي خلقني راجل. شوف حضرتك، أساس الاختلاف بيني وبينك أساس اختلاف العقيدة في الصلب، تمام؟ بس موضوع الصلب ده أنا قادر أتفهمه. أنت عارف، أنت لو بتقول إن السيد المسيح اتصلب بس ما ماتش كنت سمعت لك. إنما موضوع إن هو مات دي القشة اللي قسمت ظهر البعير. شوف حضرتك،
انا مش هتكلم معاك في الصلب اصلا، اللي هو اختلاف العقيده اللي بيني وبينك. تمام؟ ليه؟ لان احنا على فكره احنا ما بنقولش ان مفيش حد اتصلب، لا، في حد اتصلب بس ما هوش المسيح عليه السلام. احنا بنقول شبه لكم، فهو في حد اتصلب فعلا بس انتوا متلخبطين. فدي حاجه انا قادر اتفهمها كويس. انا مش هتكلم معاك في الصلب خالص، انما باسم الاب والابن برضو خليهم على جنب. الروح القدس، انا مشكلتي معاك دلوقتي في الروح القدس دي، عايز حد يفهمها لي. الروح القدس هو سيدنا جبريل عليه السلام، بتسميه جبرائيل، بنسميه جبريل، هو هذا الملاك الطاهر. تمام؟ مهمة سيدنا جبريل ده ان هو امين وحي السماء، ده اللي بيبلغ رسالة السماء لينا على الارض. تمام؟ فهو المراسلة ما بين رب العالمين ورسل رب العالمين. سيدنا جبريل بيعمل ايه عندكم؟ يعني سيدنا جبريل دوره ايه؟ والشيطان دوره ايه؟ سيبك من الشيطان، نبقى نخليه في سؤال تاني. انا مش عارف الشيطان برضو دوره عندكم ايه، لان انتوا المفروض كلكم المسيح فداكم، كلكم رايحين الملكوت. هو الشيطان قاعد عندكم بيعمل ايه بقى؟ بيوسوس لناس رايحين كده كده الملكوت؟ ده فاضي بقى. بس سيبك من النار، خلينا في الروح القدس. الروح القدس كان بيبلغ الاله الاب كلام الوحي للابن الاله برضو، مش المسيح هو كلمة الله. الروح القدس كان بيبلغه ايه؟ ما هو المسيح كلمة الله، كان بيتنزل عليه الروح القدس ليه؟ مش هو اله؟ كان ابوه بيبعت له رسائل مع الروح القدس، مش هما واحد؟ مش هما لا يفترقان طرفة عين؟ الروح القدس عندكم بيعمل ايه؟ بس فده استفهام صغير، يعني لو حد فيكم يعرف يرد عليه اعمل فيديو رد عليا، ولو تحب تستخدم فيديوهاتي عادي، يعني عيش وخد راحتك، مفيش حقوق ملكيه والشغل ده لا، انبسط، مفيش داعي بقى تقعد تجري صوتي وتلعبوا في الالوان وتوقفوا الصوره عليا كده وتخلوا شكلي اهبل. لا يعني يا ريت تردوا، فاهم؟ بلاش المراجيح دي، والله يا فاهم هروح مطلعكم مسرح وهادد المسرح على دماغكم، فاهم؟ ما تهزرش معايا. عندك رد محترم رد، هلون على اللي جابوك، فالله يرضى عليك. لو حد فيكو رجليه شايلاه كده وعنده رد على السؤال ده، اهلا وسهلا بيك. وانا ما اتكلمتش معاك لسه في الايه، ما دخلتش في الدهاليز، انا كل ده بعيد عن الصليب، انا كل ده ما جبتش سيرة يهوذا الاسقريوط اللي اتصلب بدل السيد المسيح عليه السلام.